السينما المصرية لها تاريخ كبير وطلعت أفلام ريماركابل. لو شفتها مرة واحدة عمرك ما هتقدر تنساها. يمكن في آخر فترة في انحدار في مستوى الصناعة كلها، ولكن الأفلام اللي اتعملت زمان فيها حاجات كتيرة ريواتشبل تتفرج عليها كذا مرة وعمرك ما تزهق. ودي بقى قايمة لأكتر الأفلام اللي بحبها في تاريخ السينما المصرية. أولا كده القايمة دهيت ما فيهاش أي ترتيب، يعني أنا هقول خمس أفلام، الخمس أفلام بحبهم تقريبا زي بعض، مفيش فيلم بفضله أكتر من فيلم يعني. ده أولا. ثانيا القايمة دهيت مش مبنية على أي تقييم فني، القايمة دهيت مبنية على حبي أنا للفيلم، وممكن رأيي ما يعجبش ناس كتير خالص، وعارف اني هخلص الحلقه وفي ناس كتير هتيجي تقول لي انت ازاي ما حطيتش الفيلم ده، هو ازاي ما تجيبش سيره الفيلم ده، ازاي فيلم شارع الهرم مش موجود في القايمه. معلش يا سيدي، انا وليد السعيد ومحدش له حاجه عندي. الفيلم الاول عريس من جهه امنيه. هما جيل بايظ وانتوا جيل زباله يا عم. عادل امام اكتر ممثل كونتروفيرشال في تاريخ السينما المصريه كلها، ناس كتير بتحبه جدا وناس كتير ما بتطقش بس انا عن نفسي انا بحب افلام كتير لعادل امام، ولكن فيلم عريس من جهه امنيه له مكانه خاصه عندي. انت مش عايز تتكلم ليه يا ولد؟ وهو اكتر فيلم بحبه لعادل امام. عريس من جهه امنيه كان البيك بتاع عادل امام، لان عادل امام في ظل وجود السينما الشابه هو الممثل الوحيد اللي كان من الجيل القديم اللي قدر ان هو يحافظ على مكانته وهيبته في السينما المصريه. وقبل ما ينزل الفيلم ده على طول كان لسه منزل فيلم، بعيدا عن اني ليا تعليقات على الفيلم ده ولكن كان مكسر الدنيا في السينمات كلها وجايب فيه عناصر شابه كتير وقدر بيهم ان هو يسيطر على السوق. عشان كده عادل إمام عرف التوليفة وقدر يعمل الفيلم الجميل ده. فيلم بيتكلم عن أب متعلق ببنته وبيغير عليها من أي حاجة، كل ما يجيلها عريس لازم يرفضه لحد ما يجيلها عريس ما ينفعش يترفض، عريس من جهة أمنية، وبيحاول طول الوقت إن هو يوقعه ويحطه في مشاكل كتير، وكل ده في سبيل إن الجوازة تبوظ. عايز تبوظ الجوازه؟ الجوازه بوظت، يلا ادي احنا بوظنا الجواز، ارتحت انشراح. عشان بنته تفضل عايشة معاه. عادل إمام زي ما قلت كان في قمة مستوياته في الفيلم ده، كان كل كلمة بتطلع من بقه كانت بتضحك. ايه صايع؟ ما هو صايع. صايع يتيمه البنت. نسخه مني ايه؟ ده شبه الجمبري. بل كان كل رياكشن ليه وهو حتى ساكت كان بيضحك. كل فريم في الفيلم ده هو بعد كده اتعمل ميم، واغلب قلاشات عادل امام اللي منتشره في السوشيال ميديا دلوقتي متاخده من الفيلم ده. اضف الى ذلك بقى ان الفيلم كمان قصته جميله والاخراج والريتم بتاعه كان هايل. صعب جدا تزهق وانت بتتفرج على عريس من جهه امنيه، وصعب جدا تبداه وما تكملوش لحد الاخر، وصعب جدا اقول لك ان الجوازه باظت وما تقولهاش بطريقه عادل امام. الجوازه باظت، 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 الجوازه باظت. الفيلم التاني معالي الوزير. اخر فيلم يعمله احمد زكي بصحته، احمد زكي اللي يعتبر احسن ممثل في تاريخ السينما المصريه في رايي، اللي عنده قدره غير طبيعيه على الدخول جوه الشخصيه. وهنا في الفيلم دهوت قدر يمثل شخصية الوزير الفاسد بشكل رائع. عمري ما كنت اتخيل حد يجسد الشخصية دهيت غير احمد زكي. شخصية معقدة، شخصية فاسدة، ولكن جواها حاجة بتقلقها مخلية النوم طاير من عينيها. شخصية انتهازية، وصولية، منافقة، كل عبر الدنيا فيها، ولكن في الآخر انت حاسس ان في حاجة جواه مش مطمناه بالرغم من الشر اللي متغلغل جواه. الشر، الورم، الورم الخبيث يبدأ بملي يتوسع 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 من غير ما تحس تبقى له السيطرة، يبقى الانحراف متعة والشر مزاج والسرقة كيف. مين يقدر يعمل شخصية زي دهيت غير أحمد زكي؟ وزير جاله أرق من كتر الكوابيس اللي بيشوفها وهو نايم، اللي بتكشف حاجات هو عملها في الماضي وتاريخه اللي مليان مصايب. عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ فيقرر إن هو ياخد أجازة يحاول يرتاح فيها، بل يحاول إن هو ياخد قسط من الراحة ويعرف ينام. وهو رايح الأجازة دهيت ياخد معاه عطية،
هامان خادم فرعون اللي معلش يعني موجود في كل حتة حوالينا، اللي دايما عايش لولي نعمته، شايف ان هو لازم يعمل كل حاجة عايزها، واللي يقوله سيدي صح يبقى صح، واللي يقوله سيدي غلط يبقى اكيد غلط. يا فندم مش ممكن تشك في اخلاصي، ربنا يجعل يومي قبل يومك. فيلم مليان احداث وعلامات استفهام وعمق، وبرضه لا يخلو من الكوميديا والمواقف الطريفة. انا هنا قاعد على قلوبكم اسمع. فيلم بالنسبة لنا هو احسن فيلم عمله احمد زكي، ومن اكتر الافلام اللي بحب اتفرج عليها في حياتي. الفيلم الثالث آسف على الإزعاج. 5 لا 5 يا باشا. في سنة 2007 كان أحمد حلمي هو اللي مسيطر على الكوميديا في مصر كلها، بالذات بعد فيلم كده رضا ومطب صناعي. كان محزم الإيرادات بتاعة السوق كله، علشان يقرر في الوقت دوت إن هو يسيبه من الكوميديا ويعمل فيلم درامي صرف، وهو فيلم آسف على الإزعاج من تأليف أيمن بهجت قمر، اللي يعتبر عمل فيلم من أوائل الأفلام اللي كانت بتتكلم عن الأمراض النفسية في مصر، وخلى الناس كتير بعد كده يركبوا الترند من بعده. أحمد حلمي بيعمل في الفيلم دوت شخصية حسن، مهندس الطيران العبقري اللي عنده غرور وإيجو زيادة عن الطبيعي، وشايف إن الناس كلها بتكرهه وبتحقد عليه. هو انت مالكش صحاب يا حسن؟ لا انا اصلي ما بحبش الناس، او بقيت ما بحبش الناس، وده لسبب إن هو أحسن منهم كلهم، وهم كلهم بيغيروا من عبقريته. وفجأة تدخل فريدة حياة حسن اللي بتغير حاجات كتيرة فيها، وبتخلي حسن يعمل حاجات كتير عمره ما كان يتخيل ان هو يعملها. حسن هو الولد الوحيد لعيلته، وقريب جدا من ابوه، ويعتبر هو صاحبه الوحيد. احداث الفيلم كانت ماشيه برتم هادي جدا، والناس كلها كانت مستغربه احمد حلمي يعمل فيلم زي دهوت ليه، لحد ما يحصل البلوت تويست اللي الناس كلها ما كانتش متخيلاه تماما، وما كانتش واخده بالها منه من اول الفيلم، ان ابو حسن متوفي من فتره، مش هيرد لانه مات، وهو عنده سكيزوفرينيا بيتخيله. ونفس الوضع مع فريدة اللي كانت موجودة في الحقيقة ولكن العلاقة اللي كانت ما بينهم كانت موجودة في دماغ حسن بس. البلوت تويست دهيت هي اللي خلت ناس كتير تحب الفيلم وتشد الناس وتاخدهم على السينما علشان يروحوا يتفرجوا على الفيلم دلوقتي حالا. ويعتبر آسف على الإزعاج من الأفلام القليلة جدا في تاريخ السينما المصرية اللي انت لازم تتفرج عليه على الأقل مرتين، علشان تاخد بالك من حاجات كتير انت يمكن ما كنتش واخد بالك منها لما ما كنتش فاهم اللي بيحصل. يمكن احمد حلمي تميز في الكوميديا بشكل كبير، ولكن في رأيي انا ان ده اكتر فيلم مميز عمله احمد حلمي. كويس ان هو ما تخضش من الفكرة ان هو يطلع بره قوقعة الكوميديا اللي هو كان فيها، عشان لو ما كانش خرج منها ما كانش هيطلع لنا الفيلم الجامد جدا ده. الفيلم الرابع همام في امستردام. والنبي ناولوني الولع. بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، شركة العدل جروب مضت مع محمد هنيدي إن هو يعمل معاهم فيلم تاني من غير حتى ما يكون عندهم قصة للفيلم، بعد النجاح الكبير اللي عمله في صعيدي في الجامعة الأمريكية. ناس كتير بتعشق فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ولكن أنا بحب همام أكتر منه بشوية زيادة. الفيلم بيحكي عن همام، شاب بيسافر لهولندا علشان يبدأ حياته هناك ويشتغل هناك ويكون نفسه، والقصة بتاخدنا في أحداث ومفارقات كتيرة جدا. كل الأحداث فيها كوميديا وكل المواقف بتضحك، من أول أسباب السفر وأحداث السفر نفسها واستخراج الفيزا، وبعد كده اللي بيحصل مع همام في هولندا من أوله لآخره. والفيلم لو بصيت من جواه هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا بيتكلم فيها: السفر، الغربة، الصداقة، الحب، النجاح، وحتى عن القومية العربية والقضية الفلسطينية اللي في رأيي أنا محدش قدر يقدمها بالطريقة اللي قدمها فيلم همام في أمستردام. العرب عايزين الحرب، انتوا همك، احنا همك وانتوا جزارين. ايه رايك بقى؟ انتوا نسيتوا لستوا اتعدلت الناس وهم بيصلوا. فيلم حلو فعلا، تتفرج عليه وانت لوحدك وتركز في المعاني اللي جواه، او تتفرج عليه مع اهلك او اصحابك وتستمتع بالكوميديا الفظيعه اللي فيه. هو ده الريش اللي جوت لي تويته. فيلم فعلا من اكتر الافلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني انا لو عديت المرات اللي اتفرجت فيها على همام في امستردام ممكن تلاقيهم معديين ال20-30 مره، ولو اشتغل قدامي دلوقتي هتفرج عليه تاني ومش هزهق. الفيلم الاخير تيتو. أحمد السقا أحسن واحد يعمل أفلام أكشن في مصر،
اجدع واحد يعمل افلام اكشن في مصر. كان لسه قبلها عامل فيلم افريكانو ومقدم فيه ستانتس غير طبيعيه، ولكن لقى ان الرومانسيه طاغيه شويه في الفيلم دهوت، فحب يعمل فيلم اكشن غير طبيعي. الفيلم الاكشن الاحسن في تاريخ السينما المصريه فيلم تيتو. طاهر عبد الحي سليم، طفل متشرد من اطفال الشوارع، عمل جريمه بشعه، قتل عسكري وهو بيحاول يمسكه لما كان بيسرق، فاتقبض عليه واتحكم عليه بمدة طويلة جدا في الأحداث علشان يطلع بعدها ويحاول يعيش حياته تاني. ولكن واحد مصاحب علي علوكة وأشرف كوخة هيطلع إيه؟ فلما يطلع من الأحداث يرجع للجريمة تاني، ولكن تقدر تقول جريمة مقننة تحت إيد ضابط فاسد وهو الضابط رفعت السكري. ومع سير أحداث الفيلم تيتو بدأ يبقى معاه فلوس وتعرف على فارس اللي بقى صاحبه بعد كده، وكان هو الطريق اللي عرفه على نور، الحب الأول والأخير لتيتو، علشان بعدها تيتو يحاول إن هو يطلع من عالم الجريمة دهوت ويبطل كل حاجة كان بيعملها قبل كده. ولكن زي ما كلنا عارفين الإيد المتسخة بالدم صعب جدا تنضف تاني. أحمد السقا في الفيلم دهوت قدم شخصية عكسه تماما، شخصية هادية مش بتعرف تتكلم، أغلب الوقت ساكتة ولما بتتكلم بتتلجلج في الكلام، شخصية معقدة واخدة جزء كبير من اسمها. طاهر قلبه فيه بياض غير طبيعي يمكن مش موجود غير عند الأطفال، ولكن على قد البياض اللي موجود دهوت فيه سواد في الناحية التانية كبير جدا بسبب الحاجات اللي هو شافها في حياته وبسبب الحاجات اللي هو عملها. وده اكتر فيلم حسيت ان احمد السقا فعلا تعب بشكل كبير عشان يوصل للكاركتر ده. واضف الى ذلك ان الفيلم ده هو اللي قدم لنا خالد صالح كممثل كبير كبير جدا كمان. انا بابا يلا اللي بيقدم شخصية الضابط الفاسد اللي هو من جواه مقتنع ان هو مش فاسد. احنا بناخد فلوس الحرامية نستثمرها نعمل بيها مشاريع تنفع البلد وبنقبض عليه. نفوذه وسلطته خلاه بقى مقتنع ان هو مفيش غير كده. انا هفرجك، انا هرجعك السجن تاني، وانا الحل علشان البلد تنضف من الاشكال اللي زي ده. هي مقتنع ان هو روبن هود وبيبرر لنفسه كل حاجه هو بيعملها. وكمان حنان ترك اللي عملت دور صادم جدا وجميل جدا، دور نور اللي فعلا كانت النور في حياه تيتو، الحب والحنان اللي عمر ما تيتو شافه في حياته، الامل اللي كان بيقول له ان انت ممكن تتغير والناس تتقبلك بعد كده. ولكن على اخر الفيلم نور بتقلب واقعيه زي الدنيا كلها. كنت عيل من العيال اللي مرميه في الشارع، عيل ملقاش حد يقول له الحلال من الحرام، عيل من اللي انت نفسك قلتي عليهم انهم مالهمش ذنب. بس مش معنى كده ان انا اتجوز واحد منهم. واحدة بتفكر بعقلها مش بقلبها علشان تسيب تيتو وتطفي النور اللي كان في حياته خالص ويرجع تيتو يعيش في ضلمة بس. فيلم تيتو كان فيلم صادم جدا. انا فاكر ان من احداث صناعة الفيلم منتجين مصر كلهم اتجمعوا علشان يقرروا هل في الاخر تيتو يموت ولا لا، وفي الاخر يتفقوا ان الاحسن للقصه ان تيتو يموت. وده كان فعلا الاصلح للفيلم. فيلم انا شايف فعلا ان هو من الافلام اللي مش واخده حقها في السينما المصريه، لان انا شايف ان هو فيلم بيرفكت من اول القصه للمونتاج للمشاهد الاكشن والستانتس والاخراج والتمثيل والموسيقى الرائعه جدا لهشام نزيه. علشان كل الحاجات دهيت انا فعلا بحب فيلم تيتو جدا. هو الفيلم الوحيد لاحمد السقا اللي برجع اتفرج عليه كل شويه. كان نفسي كل حاجه تمشي زي ما كنت عايز. بكده القايمة بتاعتنا تكون خلصت. يا ترى قايمتك انت بقى لأكتر أفلام بتحبها في تاريخ السينما المصرية هي ايه؟ يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، ويا ريت تشوفوا الحلقات اللي فاتت، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.